الحمد لله الذي ليس بذي بداية فيكون مسبوق، ولا بذي نهاية فيكون محدود، ولا بذي كمية فيكون محصور، ولا بذي كيفية فيكون متشابه. العالي علو تشريف ومكانة، الأبدي السرمدي من غير تجديد زمان، الواحد الأحد الفرد الصمد، المتنزه عن الند والولد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه سبحانه سبحانه، عليا قديرا جليلا، خلق الخلق فقدرهم تقديرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على السراج المنير وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين بهم تلألأ الحق وانتصر. سبحانك سبحانك سبحانك، إلهي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذي فضل ومن، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون بي واغفر لي ما لا يعلمون. والله أشواق ولم تمضي غير ليلة، أشواق ولم تمضي بنا غير ليلة، فكيف إذا سار المطي بنا شهرا. كنا بالأمس نتحدث بفضل الله وعونه عن فضل الطب الإسلامي على العالم بأثره، وكيف كنا والآن أصبحنا، كنا فوق فأصبحنا تحت، كنا أسياد فأصبحنا عبيد، كنا نصدر فأصبحنا نستورد. وتحدثنا عن علماء أجلاء فضلاء حملوا هم الدين وحملوا هم الدعوة وحملوا الطب الإسلامي فوق الرؤوس. تحدثنا عن علماء أجلاء كأبو بكر الرازي وابن سينا و تحدثنا عن فضل هؤلاء العلماء وفضل الطب الإسلامي على الحضارة الغربية المزيفة التي فتن بها الجميع. وكنا قبل ذلك قد بدأنا سلسلة مباركة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. تحدثنا من شهر 7 الماضي تقريبا، كنا نتحدث حلقة أسبوعية عن تحت عنوان منح ربانية وكنوز نبوية. وكنا بالأمس إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن العنب، ولكن يعني ضاع الوقت سريعا. ولكن قبل أن أبدأ في موضوع العنب يعني أود أن أنا أعتذر لكل الإخوة الذين اتصلوا بنا بالأمس، وكانت اتصالات كثيرة بفضل الله عز وجل لأسئلة كثيرة، وتقدم الإخوة في القناة اليوم للرد على هذه الأسئلة، ولكن يعني نعتذر إن شاء الله عز وجل سنرد على هذه الأسئلة إن شاء الله بالتفصيل الكامل إن شاء الله المميز إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين يوم الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل، ومش في نفس الميعاد ولكن إن شاء الله عز وجل هو تقريبا هيتم عرض موعد الحلقة إن شاء الله على الشريط الأصفر من يوم الخميس إن شاء الله، والجمعة مباشرة عرضه باستمرار للإعلان عن ميعاد الحلقة إن شاء الله التي سيتم الإجابة عنها عن كل الأسئلة التي طرحت بالأمس والأسئلة التي تطرح اليوم إن شاء الله عز وجل. وهتكون حلقة بدون استقبال اتصالات إن شاء الله عز وجل، تكون للرد على الأسئلة فقط إن شاء الله التي سبقت قبل ذلك. موضوع الحلقة النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن كنز من كنوز التي من الله عز وجل علينا بها، أي المنح التي منحها الخالق أو رب البرية للبرية، وعن كنز من كنوز سيد البشرية للبشرية جميعا، وهو الكنز العنب. تم ذكر العنب في كتاب الله عز وجل أكثر من 7 مواضع. ذكر في سورة البقرة في الآية 62 تقريبا، وسورة النحل الآية 67، وسورة الكهف الآية 32، وسورة الأنعام الآية 99، وتم ذكرها في سورة النبأ الآية 32، وسورة الرعد الآية 4، وسورة عبسة الآية 28. أكثر من حديث، أكثر من آية. والآن إن شاء الله